بسم الله الرحمن الرحيم. دي إجابات أسئلة حلقة شارك برأيك اللي هتبقى حلقة من حلقات برنامج نقطة حوار على الBBC. وللأسف طبعا جاي متأخرة، بقالنا فترة كده القائمين على صفحة شارك برأيك على موقع الBBC بقوا بينشروا لنا الحلقة وأسئلتها يعني قبل ميعاد الحلقة بتاعت نقطة حوار بكام ساعة، يعني قبلها بساعات، مع اننا قبل كده كانوا بينشروا لنا الأسئلة وبيكون قدامنا الفرصة ان احنا نرد ونجاوب ونحمل الفيديو قبلها بكام يوم. ما نعرفش ايه اللي حصل لهم يعني. عموما هذا ثانوي مش موضوعنا يعني. عندنا 3 أسئلة. في البداية كالعادة طبعا تحية كبيرة جدا للBBC. السؤال الأولاني: ما هي السبل المثلى لتوعية المجتمع بنسائه ورجاله عن هذه الظاهرة؟ في البداية عنوان الحلقة نفسه: من هو المسؤول عن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مجتمعك؟ ده عنوان الحلقة. السؤال الأولاني: ما هي السبل المثلى لتوعية المجتمع بنسائه ورجاله عن هذه الظاهرة؟ السبل المثلى كتير. أول حاجة الإعلام، وأنا بصراحة بحترم دور الإعلام جدا جدا في أي مجتمع. الإعلام لو رشد وقام بدوره فعلا ممكن يحول المجتمع كله أو الدولة كلها لجنة. الإعلام بيمتلك منابع من خلالها ممكن يواجه الناس، ممكن يعلمهم إن حاجة زي كده غلط، وحاجة زي كده طبعا ممكن يوعيهم بأضرار حاجة زي كده، وممكن يوعيهم بعقوبات حاجة زي كده، لأن القانون فيه يعني حاجات رادعة كتير بس للأسف ما بتفعلش. فلو حصل نوع من التوعية بالأضرار القانونية أو الجنائية اللي بيرتكب جريمة زي كده طبعا هيجيب نتيجة. ده من خلال الإعلام. لو حصل توعية من خلال الإعلام ومن خلال المنابر الدينية يعني في المساجد والكنائس بأضرار حاجة زي كده، ده يعني هيعمل زيادة أو تذكير أو عظة للوازع الديني، ومن خلاله برضه ممكن يجيب نتيجة. يعني التوعية ممكن تيجي من حاجات كتير، من خلال المنابر الإعلامية، من خلال أي حاجة فيها منابر. المنابر الإعلامية، المنابر الدينية، في أي منتديات أيا كانت، يعني من خلال النت، ممكن من خلال التعليم بقى. بمعنى إيه؟ تربية جيل جديد، يعني الأجيال الجديدة المفروض اللي فاتنا إحنا كأجيال المفروض هم يلحقوها. يعني احنا كأجيال بصراحة اتربينا على احترام الأنثى، وطبعا انا بعارض فكرة ان منع الاختلاط في المراحل اللي هي قبل التعليم الثانوي، يعني الابتدائي والاعدادي. لا، انا بصراحة شايف ان الصح هو ان يكون فيه اختلاط، يعني يكون فيه فصول فيها اولاد وفيها بنات. ليه؟ لان ده جزء من التربية. بمعنى ايه؟ احنا كنا في ابتدائي واعدادي لينا زمايل بنات اتربينا على احترامهم، وبالتالي احنا جينا معلش يعني ما طلعناش نتحرش. ليه؟ لان احنا اتربينا على احترام الزميله اللي معانا دي، وتربينا على على ان الزميله دي ممكن تكون افضل مني، ممكن تذاكر احسن مني، ممكن تطلع الاولى عليا. مش الزميله وبس، ده الابله اللي هي بتدرس لي نفس الكلام. يعني اتربينا على احترام الانثى، وبالتالي جيلنا احنا كجيل ما نعرفش كتير عن موضوع التحرش ده. يعني التحرش ده جه في الاجيال اللي بعد كده بصراحه، اللي يعني قل فيها دور وزارة التربية والتعليم في التربية قبل التعليم، ما عادتش بتقدم لا تربية ولا تعليم. فالسبل المثلى زي ما قلنا الإعلام أو المنابر الإعلامية بصفة عامة، المنابر الدينية، المنتديات على النت، والتعليم. السؤال الثاني: برأيك ما الذي يزيد أو يحد من نسب التحرش الجنسي في مجتمعك؟ طبعا السؤال هنا سؤالين. السؤال الأولاني إيه هو اللي يزيد؟ والسؤال الثاني أو الثالث بقى إيه هو اللي يحد؟ اللي يزيد نسب التحرش الجنسي في أي مجتمع أيا كان، أولا غياب الوازع أيا كان، سواء وازع ديني أو وازع أخلاقي، والمفروض إن الأخلاق أساسا مشتقة من الدين يعني. وازع ديني أو وازع أخلاقي، أو غياب القانون وغياب رجاله القائمين على تطبيقه، أو قلة يعني البدائل لحاجه زي كده. يعني مثلا انخفاض نسب الزواج في اي مجتمع، ودي مشكله طبعا احنا لامسينها كتير. فدي ايه بتزيد. اللي بيحد بقى دي حاجات كتير. فانتوا كده
يعني او السؤال بيتكلم عن علاج بيحد من نسب التحرش الجنسي في اي مجتمع حاجات كتير. اول حاجه زي ما انا قلت التوعيه اللي هي اتكلمنا عليها في السؤال الاولاني، التوعيه من خلال المنابر الكتيره اللي احنا اتكلمنا عليها. الحاجه الثانيه تفعيل القانون، وده لازم يعني لازم يكون فيه ايه وقفه جاده شويه من المجتمع ككل، لان كل واحد فينا في حياته انثى واحده على الاقل، يعني كل واحد فينا في حياته امه، وممكن لو ليه اخوات بنات يبقى امه واخته، ولو كان متجوز يبقى امه واخته ومراته، ولو كان مخلف بنات يبقى بناته كمان. فاي واحد فينا في حياته اناث، تمام؟ فيعني القضيه دي مش قضيه اناث وبس او قضيه انثى وبس، لا دي قضيه مجتمع بالكامل. فلابد من وقفه جدا، لابد من تفعيل قوانين. كنا في الاول بنتكلم عن تهمه خدش حياء انثى، يعني ولو بكلمه ولو ببص حتى، وتهمه خدش حياء انثى كان عقوبتها مغلظه على ما افتكر. لا دلوقتي بقينا بنتكلم على تحرش، والله اعلم بعد كده هنتكلم على ايه تاني. فلابد من وقفه جاده، لابد من تفعيل القانون، ولابد من اتباع يعني انماط جديده من العقوبات. مفيش مشكله خالص. بمعنى ايه؟ افتكر الباشمهندس حصباوي الكفراوي، وطبعا كل الناس عارفاه. الباشمهندس حصباوي الكفراوي ايام ما كان وزير الاسكان كان بيقترح عقوبه غير تقليديه للمدانين بالفساد. كان بيقول ايه؟ بيقول ان المدان بالفساد مش كفايه على السجن، لا لابد من عقوبه كمان اللي هي عقوبه الضرب بالجزم. وهو بيقول كده فعلا الباشمهندس حصباوي الكفراوي، وده طبعا راجل يعني فاضل وعارف هو بيقول ايه. بيقول فعلا من اهم الطرق للقضاء على الفساد ومحاصرته وعمل زاجر ليه ان يدان بتهمه من تهم الفساد انه يتضرب بالجزم. فانا واحد من الناس بصراحه اللي انا شايفه فعلا، ولو كان الامر بيدي يعني كنت هخلي من ضمن العقوبات اللي بتطبق على المتحرش بانثى انه يتضرب بالجزم. دي ما فيهاش حاجه خالص يعني، لان هو ما يرضاش حاجه زي كده لا لاخته ولا لامه، وان كان متجوز ولا يرضاها لبنته ولا يرضاها لمراته ولا يرضاها لحد قريب منه. فالمفروض ان هو ما يرضاش كده لبنات الناس. فانا واحد من الناس بصراحه شايف ان من ضمن العقوبات، ويا ريت حاجه زي كده تطبق، ان المحاصره طبعا حاجه زي كده، لان في قاعده في اصول الفقه بتقول ايه؟ الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق. يعني ايه؟ التحرش ما دام اتسع نطاقه لا ده احنا لازم نضيقه باي وسيله ايا كانت. فانا شايف بصراحه عقوبه الضرب بالجزم وفوري في الشارع. طبعا ان شاء الله باذن الله وزاره الداخليه انتهجت منهج جديد وهو العوده لعسكري الدرك، وكده كده في تواجد امني ملموس في الشارع، ان احنا ندي لرجال الشرطه تصريح قانوني وليكن مثلا لمده شهر 2 3 لمده محدده، ان من يضبط بالتحرش متلبسا بالتحرش بانثى في الشارع يتضرب بالجزم. دي ما فيهاش حاجه خالص. لو حصل حاجه زي كده فعلا الظاهره دي هيتم محاصرتها في خلال كام يوم، وده حمايه لاي انثى بيتم التحرش بها. من ضمن الحاجات اللي بتحد بحاجه زي كده، وطبعا قبل ما اتكلم عن الحاجات الثانيه نذكر بالمثل او القول المأثور ان الله يزعه او يزعه بالسلطان ما يزعه بالقران. بمعنى ايه؟ ان السلطات نفسها ممكن فعلا تجيب نتائج ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتحقق مراده من عباده وتحقق العدل وتحقق اكتر من اللي يحققه القران نفسه. يعني عاوزين ايه اكتر من كده؟ فيا ريت فعلا عقوبه الضرب بالجزم دي، وانا جاد جدا في كلامي واتمنى ان هي تتطبق. من ضمن الحاجات الثانيه اللي هي تحد من نسب التحرش الجنسي في اي مجتمع التوعيه. زي ما قلنا هنرجع تاني للسؤال الاولاني، التوعيه من خلال الاعلام، من خلال المنابر الدينيه ايا كانت، من خلال المنتديات على النت وخلافه، من خلال التربيه والتعليم. السؤال الاخير، من المسؤول عن انتشار التحرش الجنسي؟ طبعا ما احنا قلنا الكلام ده، يعني السؤال ده يكاد يكون مكرر. المسؤول طبعا غياب التوعيه وغياب التربيه وغياب تطبيق القانون. بعد كده ومن المسؤول عن مكافحته؟ وده اخر سؤال. المسؤول عن مكافحه حاجه زي كده المجتمع باكمله، يعني ما نقدرش نقول مثلا رجال الشرطه لوحدهم او كلام من ده. افتكر كده ايام ما كنا في الجيش كنت بقرا عباره فاكرها كويس واحب اطبقها على كل حاجه، يعني مش على الجيش وبس. العباره كانت بتقول ايه؟ المسؤول عن امن الوحده كل فرد فيها. يعني طبعا هو في امن
يعني وفي شرطه عسكريه وفي قصص طويله عريضه، لكن المسؤول عن امن الوحده كل فاضل فيها، اي واحد موجود في الوحده هو مسؤول عن امنها. فنفس الكلام المسؤول عن مكافحه ظاهره سلبيه زي كده بتدور بالمجتمع، المجتمع باكمله كل فرد فيه مسؤول عن مكافحه الظاهره. كل واحد شاف حاجه زي كده وما اتكلمش لا هو مسؤول. كل واحد طبعا مش هنتكلم عن المتحرشين، المتحرشين دول قلنا عقوبتهم ايه، لكن الناس السلبيين اللي ما بياخدوش اي اجراء ولو بكلمه ولو ببصه سلبيه للمتحرش كلهم مسؤولين. فلو تكاتفنا كلنا كمجتمع وكل واحد ادى دوره ان شاء الله باذن الله الظاهره دي ممكن حصارها في خلال ايام قليله جدا. وشكرا.